والقتل والحاجات دي بتقدر تعرف المجني عليه عن طريق سنانه، وخصوصا لو هو في ريكوردز اه. بتاعته عند دكتور الأسنان. يعني هتلر لما جثته اتحرقت اتعرف عن طريق أسنانه. مم. لسه قريب السنوار لما اتقتل برضه استشهد، اتعرف يعني اتأكدوا من جثته عن طريق أسنانه والريكوردز اللي موجودة عند دكاترة الأسنان اللي كانت موجودة عندهم لما كان مسجون يعني نقدر نقول ان الاسنان ليها بصمه زي بصمه يعني. الصباع أكيد بالظبط. كل بني آدم حتى لو توأم، العضة بتاعته أو رصة أسنانه اه، وشكلها وترتيبها مختلفة تماما عن دي الشخص معلومه. الآخر. بصمة الشفايف دي برضه حاجة يعني من ضمن الحاجات الجميلة، إن ممكن مثلا يكون اتنين أصدقاء كانوا قاعدين وواحد قتل التاني، فبيقدروا يعرفوا عن طريق بصمة شفايفه على الكوباية لو كان شرب عصير ولا حاجة،